يا صباح الفل. هنلاقي الفيمينست جت على الصبح. انا جيت از فيمينست عشان نتكلم في موضوع مهم. دلوقتي انا قريت بوست عند هبه زايد، هحط لكم اللينك بعد ما اخلص اللايف، مكتوب فيه ان اي راجل بيعاكس او بيتقرب من واحده متجوزه فده يعد اهانه صريحه لاخلاقياتهن واتهاما معيبا لعفتهن. ايه؟ انا مش دي قصه عادي، يعني كل واحد عنده وجهه نظر ومقتنع بيها والدنيا تمام. مش دي قصه خالص خالص. القصه في الكومنتس اللي مكتوبه يا جماعه. يعني الناس شايفه ان هو بيمدح الست مش بيعيب فيها، يعني مش بيشيلها شيله مش بتاعتها. خلينا نبدا الموضوع من زمان. ماشي، احكي لكم بيرسونال ستوري. زمان وانا مثلا عندي 7 سنين انا تعرضت للتحرش في الاسانسير. كنت طالعه في الاسانسير، كنا في الامارات، طالعه في الاسانسير مع سواق واحده صاحبتي، وزنقني كده في الاسانسير، وهو كان عنده كرش كده معرفش عمل ايه، بس زنقني. انا كنت مرعوبه وخايفه ومنهاره واول ما طلعت جريت على امي. ماشي، جريت عليها قلت لها اللي حصل، في واحد زنقني في الاسانسير وحصل 1 2 3. راحت عملت ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها، which انا مش بلومها لان ده حدود معرفتها وده احسن حاجه هي قدرت تطلع بيه. راحت عملت ايه؟ قلعتني الاندر وير وبصت وقالت لي اوكي ما حصلش حاجه، ما تركبيش مع حد الاسانسير تاني. انتوا فاهمين ده عمل فيا انا ايه؟ انتوا مستوعبين ده عمل فيا انا ايه؟ ده عمل فيا احساس بالشيم، بالخزي الفظيع، ان انا اللي مسؤوله ان تم التحرش بيا عشان انا اللي طلعت مع الاسانسير. والخزي ده شعور جسمنا مش بينساه. واحنا في مجتمعاتنا العربيه معظمنا وحتى الغربيه والله معظمنا بيتربى على شعور ان البنت عار، انت غلطانه في حاجه، انت غلطانه فيها. في مننا اللي مدرك للفكره دي وفي مننا اللي مش مدرك وعايش في الانكار، بالظبط زي الافاضل اللي عمالين يقولوا ان الراجل كده لما بيقول ان هو بيعاكس واحده متجوزه فده اهانه لعفتها، فهي عايشه في الانكار ان هو كده يعني بيشرفها، يعني بيقول لها بيحطها في مكانه عاليه، مش بيحسسها بالشيم وبيحسسها ان هي المسؤوله عن اخطاء الاخرين، عن اخلاقيات الاخرين. هديكم مثال بالمناسبه برضو على موضوع ذاكره الجسد دي، هي مش بتنسى، فاحنا بنفضل نسترجع ونعيد تكوين الفكره مرات ومرات ومرات في مواقف ومواقف ومواقف، واحنا لدرجه ان احنا نفسنا بقينا بنشيل نفسنا الشيم ده. يعني مثلا جوزي متضايق من حاجه، اكيد انا اللي زعلته، ليه؟ اكيد انت اللي غلطانه، ليه اكيد انت اللي غلطانه. ابني ما جابش درجات حلوه، اصلا انا اللي قصرت معاه. صاحبتي قافشه مني، اصلا اللي ما بكلمهاش بقالي يومين، لازم اكون انا الغلط، يعني لازم اكون انا الغلط. ثقافه الخزي اللي انجكتد جوه خلايا المجتمع دي بشعه، بقى احساس وحش ربنا ما يكتبه على حد. يعني من كام يوم كلمت لبنى الشريف، هي لايف كوتش، هتعمل النهارده اصلا لكل الكوتشز، يعني ممكن يحضروا معاها، برضه هبقى احط لكم اللينك، حاجه كده ميتنج للكوتشز. عملت لي تكنيكس عشان انا كنت حاسه الشيم لسه في جسمي، حاساه موقفني معطلني، يعني حاسه ان هو واير ميه نار معديه في جسمي، معديه. فصعب الاحساس، صعب. بس احنا اوريدي في المجتمع بنشير باصابع الاتهام دايما 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 للبنات. اوكي، خلينا نشوف بقى النموذج. الراجل ده قال لك لو انا متجوزه وواحد عاكسني، يعني كل العرر اللي في الانبوكس عندي اللي بيقولوا كلام سخيف واي تشوز تو اجنور ات، يعني بمزاجي ما بفتحش الاذرز كلهم عشان يبقى دول كلهم المشكله عندي انا، دي اهانه لاخلاقي انا وعفتي انا واخلاصي انا كست متجوزه. يعني هو دوره ايه؟ يعني دوره ايه؟ نقلب الايه عشان نشوف قد ايه احنا بايظد وقد ايه احنا منحازين ومتحيزين للرجاله. وانا ما عنديش حاجه ضد الرجاله، بس عندي حاجه ضد الفكر اللي فيه تمييز جندري. على اساس ايه؟ ما انا مش فاهمه، يعني ليه بنفرق راجل وست مع ان احنا الاثنين عندنا نفس المشاعر؟ الفرق الوحيد هو الاعضاء التناسليه، اي حاجه ثانيه مش فارقه. brain is not a sex organ. دماغنا مشاعرنا ده ما عندوش علاقه بالسكس اورجان. فلو خدنا مثال بتاع مثلا واحده بتتودد لراجل عشان هو غني وعماله تقرب، متجوز مش متجوز وات ايفر بقى مش مهم، عماله تقرب منه عشان هو غني، فهو راح قال ايه ده؟ يا لهوي انا ما فيهاش حاجه حلوه غير ان انا معايا فلوس، انا ما حدش بيقرب لي غير ان انا معايا فلوس. دلوقتي دي مشكله مين؟ يعني دي مشكله مين؟ مشكلتي يعني مشكله اللي قال ان هو عنده انا عايزه منك اقرب منك عشان فلوسك، ولا مشكله الراجل اللي هو ما عندوش ثقه في نفسه اللي بيقول انا ما فيهاش حاجه حلوه عشان غير الفلوس؟ دي مشكله مين؟
يعني انا مش، دي مشكله مين؟ يعني هو راجل اساسا هو شيم نفسه على حاجه ما تعبوش، ان انت معاك فلوس، ايه المشكله يعني؟ هي دي مش مشكلتك ان انت عندك فلوس، مشكلتك ثقتك في نفسك قليله. هو ده اللي حصل للستات بقى، ان هي عماله عايشه بالخزي والعار طول الوقت، فاي حد بيعدي من جنبها انا اللي غلطان. هو انت اصلا غلطتي؟ هو انت عملتي ايه؟ واحده ماشيه في امان الله، واحد بص لي، واحد عاكسني، واحد حاول يكلمني، انا عملت ايه يعني؟ ليه تبقى دي مشكله في اخلاقياتي؟ والله تبقى مشكله في اخلاقياتي لما افتح له الباب بقى واقول له تعالى ونتصاحب ونحب بعض ونتعرف عليك واخونا وانا اصلا متجوزه، تبقى دي مشكلتي انا كمان. بس ازاي الستات قلبت الحوار كله انه لا طبعا ده هو كده بيمدح الست، ان عشان انا عماله اجلد في ذاتي عشان خاطر ازاي واحد يبص لي. واصلا ده جوه بجد، هو ده جوه كنترول سيركل بتاعتي. هقعد اقول الباور زون دي 60,000 مره في حياتي. كل واحد فينا مسؤول عن 4 حاجات: افكاره، مشاعره، افعاله، وردود افعاله. دي الحاجات اللي مسؤوليتي. واحد بيعاكسني وانا ست متجوزه وانا صديته، ابقى انا برضو هو اكيد شاف حاجه في اخلاقي وشاف حاجه في شرفي وعفتي فراح مقرب لي. لا، هو قذر، هو شخص قذر عادي، او هو شخص بياخد شوت. مش يمكن انا وارد، في ستات كتير بتيجي بالزن يعني، محدش عارف. بس دي مش مشكلتي. نفس المثال بتاع دلوقتي، انا حضرتك واحد الستات بتقرب له عشان الفلوس. هو دلوقتي دي مشكلته ان الستات بتقرب له عشان الفلوس؟ دي مش مشكلته. هو مشكلته بتقلب بقى لما يبدا يقلل ثقته في نفسه. اصلا ما فيهاش حاجه حلوه غير الفلوس، اصلا ما عنديش حاجه بتجذب الستات غير الفلوس. دي بقت مشكله، جزء من مشكلته هو. زي الستات عادي، انا متجوزه واحد اتقرب لي لحد هنا، دي ما عنديش انا انا ماليش دعوه بالموضوع. انا مالي؟ واحد صحي من النوم قرر انه يبعت لي مسج، ولا قرر ان هو يعترض طريقي في الشارع، ولا قرر وانا ماشيه يقول لي كلمتين يعاكسني بيهم. دي حاجه بتاعتي انا، مش بتاعتي. رد الفعل بتاعي اللي هو اقعد اقول ايوه ما انا غلطانه، ما انا اللي نازله بشعري، ما ايوه انا اللي غلطانه، ما انا اللي لابسه كده، ايوه انا اللي غلطانه، ما انا اللي بضحك وبتكلم. بس ساعتها بقت مشكلتي بقت انا بشيم نفسي، انا بخز يعني، بحس بالعار، وانا اللي عماله، انا اللي كلت الجبنه، وانا اللي عملت كل حاجه وحشه في الدنيا. الموضوع مش موضوع رجاله وستات، على قد ما موضوع كل واحد يشيل شيلته. احنا من زمان اتعلمنا ان احنا نشيل شيلتنا وشيله الاخرين. معلش دلوقتي بقى خد حبيبي حاجتك اهي، دي مش بتاعتي. فرجاء محمد ما عندوش فلوس كويس. رجاء يعني انا يعني همنشن البوست بتاع هبه زايد، وادخلوا بجد شوفوا الردود وادخلوا اعقلوها يا جماعه، اعقلوها. يعني ايه انا بشيل ذنب مش بتاعي اصلا؟ احنا على طول الخط في القصه دي. الرجاله عندهم استحقاق زائف ان هم يستحقوا most of them، عشان يعني هي دي مش حقيقه، مش كلهم عندهم استحقاق زائف، بس most of them عندهم استحقاق زائف ان هم يستاهلوا احسن حاجه في الدنيا، ويستاهلوا الدنيا تجيلهم تحت رجلهم. وموست اوف women عندهم، ستات اغلبيتهم عندهم مشكله ان هم they are not enough. معظمنا كده، معظم الستات كده، عندنا وعي بيه او ما عندناش وعي بيه. احنا فعلا حاسين ان احنا قليلين. اللي هو تبقي عملتي كل حاجه مثلا بس نسيتي طبق السلطه، يا لهوي نسيت اعمل طبق السلطه، so what يعني؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ it took me years بجد سنين عشان افك الحته دي من جوايا. اصلا خدت سنين عشان فكره انه انا I'm doing my best. مش لازم my best ده يميت ال others expectations. مش لازم انا اصلا جلاد لنفسي، لانه زي معظم البنات اتربينا بالطريقه دي ان احنا بنجلد نفسنا. فاني هاو الافاضل اللي شافوا البوست بتاع هبه، انا هحط لكم برضه الفيديو بتاعي عند هبه عشان الموضوع بجد لا يحتمل ان احنا بننكر على نفسنا حق اصيل. انه عادي جدا انه في شخص يعمل يعني تجاهي فعل وكون انا ماليش يد فيه، بس رد الفعل بتاعي، فبنكر على نفسي حق اصيل ان I am enough. انا كفايه جدا. يعني مش محتاجه انا اقعد احط شيم على دماغي وافضل اعامل نفسي بنفس الطريقه اللي كل المجتمع عاملني بيها. اللي هو برضو فكره العبايه السمراء، اللي وداها هناك، اللي لبسها كده، ما هي اللي عايز تتعاكس، ما هي اللي ماشيه ما اعرفش تعمل ايه المينتاليتي بجد. يعني انا البس واعمل اللي انا عايزه اعمله عشان دي اخلاقياتي، ده مرجعياتي، انا عايزه اعمل ده عشان نفسي، مش عشان احمي نفسي من الاخر. يعني مش هتتحمي، انت لو عملتي ايه؟ انا اختي كانت حامل ومنتقبه ووقفت لها عربيه عشان تشقطها، انت مش تتحمي.
من الاخر، اعملي اللي انت عايزاه، وانت الاخر ده ما هو الا بس مرايه عشان توريكي طريقه تفكيرك. انا زي ما بقول لكم والله بيجي لي في الانبوكس كتير جدا 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 جدا، اما بشوف والله العظيم بقول الله يعينه، الله يعينه على نفسه، هو الله يعينه على نفسه، هي حاجه ما تخصنيش. يعني في ناس بتقول كلام سخيف فعلا سخيف، فانا بقى بريح دماغي وبعمل بلوك. وفي ناس برد عليها، مش حد جاي يقول لي انا عايزه انصحك نصيحه لوجه الله ما تبينيش شعرك، قلت له وفر نصيحه لنفسك لم اتقبلها منك، شكرا الغي رحلتي. خلاص يعني في ناس لو ممكن انصحك نصيحه واروح نصحي لا مش ممكن، مش عايز اسمع نصيحه منك، وهكذا. يعني هي مش حرب، بس هي دي دعوه لتقدير الذات. نبطل نكرر الكلام من غير ما نشوف الريفلكشن بتاعه جوانا. انا اي واز وان اوف يو زيكم عادي جدا جدا جدا، بقعد اقول لا طبعا وعادي لا والست فعلا الطبيعي ان انا لما اتعاكس وانا متجوزه اكيد هشك في نفسي ان انا عملت له حاجه فتحت له المجال. بعد كده بقيت بلاحظ وانا ما عملتلكش اي حاجه، ما جيتش جنبك، انت اللي عايز تدخل وخلاص، انا ما جيتش جنبك، بس عارفه ان I have the power ان انا اوقفك لحد عندك. فهمت كده؟ تمام. فلو سمحتوا راجعوا تاني معتقداتكم عن الحاجات اللي بالطريقه دي، اللي تبان انت الحلوه المغطاه. تبان قوي ان انت حلوه مغطاه، بس هي من جواها هي دي فعلا بقى بتدس السم في العسل، اللي هي يبان ان انت بقى عفيفه وشريفه واخلاقياتك ما جاش زيها واخلاصك ما حصلش خالص، عشان مفيش راجل تاني غير جوزك بصلك، فده معيار. بس لو حد تاني بصلك فانت اخلاقياتك في الزباله، فلا لا لا. راجعي بقى، هو عايز يزرع في دماغك ايه؟ قصه الحلوه المغطاه والحلوه المكشوفه دي، والله ادمت فنلعب غيرها. بس فده كان الوعي الاخر. انا انزل بقى عادي دلوقتي اعيش حياتي وانطلق في الحياه وابسط بشيم فري يوم اللي انا بعيشه النهارده. وشكرا لحسن استماعكم، وبليز سبريد ذا وورد. ابعتوا الفيديو لناس صحابكم، واعملوا لايك واعملوا شير، وهحسب لكم اللينك بتاع هبه، ادخلوا اقروا البوست الاوريجينال. زي الفل. صباح الفل.